بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وسعادة. طبعا أنا هعمل برياني. البرياني ده بخلطة زي ما وريتكم في البداية كده. الكيس اللي هو البرياني ده جاهز. دي فيها كل المكونات اللي بتتحط على البرياني. كل اللي هنعمله هنجيب حلة ونحط عليها زي لتر مية، وهنحط معلقة سمنة فلاحي كده عليها، وبس هنسيبها تغلي. وبعد كده هنحط عليها مكونات بس مش الكيس كله، حسب كمية الرز اللي هتعمليها هتحطي كمية. اللي انا عاملة مع كوباية واحدة والله رز. وحطيت بقى العبو يعني ايه معلقتين، حطيت معلقتين بس كانت حامية جدا. هي عايزة معلقة أو معلقة ونص بس علشان تبقى معقولة، عشان لو في أطفال أو أي حاجة. بتحطي المكونات والرز بعد ما بتغلي خالص ما بتحطي بقى البرياني والرز والحاجات دي، هتحطي البرياني وتسيبيها بقى لما تشرب طبعا الخلطة كلها. انا طبعا بصي حطيت اهو مكونات الكيس اهو. يعني انا حطيت زي ايه معلقتين، لكن لو حسب الكمية اللي بتحطيها للرز، انا حاطة كوباية واحدة بس رز بسمتي. يعني هي كيس برياني ورز بسمتي ومعلقة سمنة وشوية مية بس. انتي وبتعملي بصي جمال البرياني. البرياني كان جميل جدا، عايزة اقول لكم كان جميل جدا. انتي بقى بتسيبيه كده لحد ما بيشرب ميته. يشرب كل ده بيشربه، بيبقى رز مفلفل جميل قوي، برياني مفلفل كده حلو زي ما حضراتكم هتشوفوا كده. ابتدى هنا يشرب المية. طبعا انا بهدي بقى طبعا بعد ما المية دي تشرب كلها، بهدي على النار زي الرز العادي، وبتسيبيه طبعا لما بيشرب المية الشوربة دي كلها او المية. لو عندك شوربة حطي. هي محتويات الجسم بتقولك حط لتر مية حسب كمية الرز اللي هتحطها. اللتر ده يتحط وكيلو رز، لكن لا انا حاطه بتاع كوبايتين بس ميه، وكوبايتين ونص كمان. وحطيت الكوبايه بتاعت اللي كنت نقعاها. طبعا لازم تنقعي الرز وطلع بالشكل الجميل ده. ايه رايكم؟ كمان عامله كمان بانيه. ايه رايكم في الجمال ده؟ لو عجبتكم طريقتي متنسونيش باللايك والشير والاشتراك في القناه يوصلكم كل جديد. وكل سنه وانتم طيبين. متنسوش بقى باللايك، متنسوش باللايك والشير عشان الفيديو يعلى وننزل كتير مع بعض. ولازم يكون في تفاعل علشان القناة تكبر. وكل سنة وانتم طيبين